ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده كب كيك بمكونات بسيطه جدا، ان شاء الله تكون متوفره عندكم في كل بيت بطريقه بسيطه قوي. مش هنستعمل خلاط ولا هنستعمل مضرب كهربائي ولا هنستعمل عجان، وهيطلع معاكي النتيجه والشكل التحفه ده، خفيف وكان جميل وهش وحلو قوي. يلا بقى، حلو قوي للحضانات، للمدارس، للجامعات. يلا بقى اعملوا لايك ومتابعه القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو شاركوه مع اي حد الحاجه عشان الكل يستفيد. بينا نسمي بالله ونشوف عملناه ازاي. معايا بقى كده بوله او معايا طبق، هحط فيه بقى بيضتين، وهنزل عليهم بكده بكيسين من الفانيليا او معلقه صغيره، ونص كوبايه كده من السكر بما يعادل 125 جرام من السكر. هبدا بقى ان احنا نقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما تلاقيش في اي اثر خالص للسكر، لحد ما يكون معاكي داب. وهبدا بعد ما نضربهم بقى وتحسي الخليط كمان لونه فتحي كده، هننزل بقى عليهم ب3 معالق كبار من اللبن، وهنزل عليهم كمان بعلبه من الزبادي او نص كوبايه من الزبادي. العلبه دي بتكون علبه كبيره. وهنزل عليهم كمان بنص كوبايه كده من الزيت، زيت نباتي عادي. وهنزل عليهم كمان بمعلقه كبيره من الخل. الخل يا جماعه مش بيبان خالص في طعمه، بالعكس بيخلي الكيكه معاكي او الكب كيك معاكي هش وحلو قوي. نبدا بقى ان احنا نضربهم كويس قوي مع بعض لحد ما تلاقي الخليط معاكي ملوش اي اثر خالص للزبادي، وتلاقي معاكي الخليط كريمي بالشكل اللي شايفه ده. هبدا بقى معايا كده المنخل، هبدا بقى او مصفى زي ما انتم شايفين. هبدا بقى انزل بكوبايه كده من الدقيق او ب 250 جرام من الدقيق، وانزل عليهم بواحده من الكيك شيف او بيكنج باودر، بس الكيك شيف بيدي نتيجه حلوه قوي، ورشه من الملح. وابدا بقى ان احنا ننخلهم كده مع بعض، ننخله. بس فايدة النخل يا جماعة اللي هو بيدخل الهواء كده للدقيق، ويخلي الكيك معاكي او الكب كيك معاكي يكون هش وحلو قوي. بالمضرب كده يعني ما نضربش كتير، نقدر ان احنا نضربهم كده ضرب بسيط قوي لحد ما تلاقي اي تكتلات فكت، وفي نفس الوقت ما فيش اي اثر خالص للدقيق. نبدا بقى بمعلقه كده، ابداي ان انت شوفي كده الحروف، ربما يكونش في حاجه اتقلبت معاكي. معايا بقى كده الصينيه بتاعت قوالب الكب كيك، وحطيت كمان فيها الورق بتاع الكب كيك ده. بيبقى حلو يعني بيطلع بسهولة جدا منه، وفي نفس الوقت بيحب له. طبعا لو انت هتديه لطفل في الحضانة بيبقى حلو وسهل جدا ليه. بدأت ان انا احشيه معلقة صغيرة كده من المربى، بيديها طعم حلو قوي. هندخله بقى على درجة حرارة 180، الفرن يكون متسخن قبليها على الرف اللي في النص. هيقعد معاكي بالظبط 20 دقيقة، ويكون معاكي يطلع احلى معاكي كب كيك زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما اخدش معايا شكل اللي هو الدوران قوي، لاني هقولك بقى على الغلطة دي الورق بتاع الكب كيك ما كانش عالي قوي، فما اديش مساحه اللي هو يطلع معاكي بالشكل المدور. طبعا لو انت عندك الورق ده ان شاء الله يطلع معاكي مدور، هيبقى احلى كمان ما انا عاملاه. زي ما انتم شايفين كده حلو قوي من جوه وكان هش وحلو قوي. طبعا لو انت حبيت تعملي بالشوكولاته، ابداي ان انت هاتي شوكولاته شيبس وابداي اخلطيه مع العجينه واحشيه وسويه بنفس التسويه، هيطلع معاكي احلى كب كيك بالشوكولاته، وبرضك هتطلع معاكي النتيجه حلوه قوي. وكان زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله هش وجميل، وكانت طريه وحلوه قوي. طبعا حلو قوي للاطفال زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، الحضانات، وخفيف كده وسريع وسهل قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.